نظمت نوادي الروتاري في العاصمة الفرنسية باريس هذا الأحد 21 سبتمبر الندوة الثانية بمناسبة اليوم العالمي للسلام. النشاط الذي حضرته عدة وجوه من بلدان وثقافات مختلفة احتضنته إحدى قاعات مسارح باريس الكبرى، حيث كان من بين المدعوين بشكل رسمي ما يسمى شيخ الزاوية الكركرية المدعو محمد فوزي الكركري. المدعو محمد فوزي الكركري بلباسه الذي لا صلة له لا بالثقافة والتقاليد المغربية ولا الإسلامية وبثقافة جد محدودة، منحت له فرصة الكلمة والحديث عن السلام والمحبة والإنسانية في عز إبادة غير مسبوقة يتعرض لها إخوان له مسلمون في فلسطين. إن كان هو حقا مسلم، وجه الكركري هذا لما يحمر خجلا لما أخذ الكلمة مباشرة بعد شخص حل هو الآخر كضيف في هذا النشاط هاجم المقاومة الفلسطينية ووصفها بالإرهاب. بل يبدو أن الكركري الذي يحمر وجهه فقط عندما يجمع أموال المغفلين والأجهزة التي تدعمه، أو قل بأنه أصلا لا يفهم اللغة الفرنسية حتى يحس بالخجل. بل يبدو جاليا أن الشيخ الكركريين وهو مبتهج بحضوره في ندوة السلام المنظمة من طرف نادي روتاري لا علم له بأن من تستضيفه هي منظمة وواجهة سرية للماسونية والصهيونية تهدف إلى السيطرة العالمية من خلال إضعاف الروابط الدينية والوطنية لدى المجتمعات والشعوب الأخرى. بل لا يعلم بوشراوة هذا بأن جميع المجامع الفقهية الإسلامية قد أصدرت منذ زمان كالمجمع الفقهي بمكة والأزهر الشريف فتاوى تحرم التعامل والانتماء إلى هذه الأندية، بل أن حتى الفاتيكان حرمها وحذر من روتاري التي تفتح الباب لبوشراوت ليتحدث عن السلام من العاصمة الفرنسية باريس. Merci beaucoup. Et à côté de ce symbole qui est pour les otages, et on espère évidemment la libération des 48 otages encore détenus par les terroristes du Hamas, et bien à côté de ce symbole de la libération des otages, j'aurai plaisir à mettre cette décoration et je vous remercie pour votre amitié et votre accueil. Bonne continuation. C'est un honneur pour moi. Pas de problème. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour pour tout. Je suis pas sûr que ça marche, donc moi je préfère. نتكلم باللغة العربية. درجة مغربية. نعم. نعم. اوكي داكور باغي اوكي. D'accord. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندعو الله سبحانه عز وجل في هذا اللقاء أن نتواصل فيما بيننا ويكون لكم صبرا على تفهم كلامي، أو من أجل أن أوصل رسالة ليست أقل شأن أو أكبر شأن، ولكن رسالة تدل على الحب والسلام الذي يجده الإنسان الحقيقي الذي يحمل الإنسانية في صميمه وفي قلبه وفي فؤاده. فأنا أبدأ بالآية الكريمة التي قال الله تعالى فيها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله سبحانه وتعالى خلقنا فعلا من شعوب، والشعوب يعني هي مجموعة من الأشخاص متنوعة الشعوب، عددها كبير، ثقافتها متنوعة، ديانتها مختلفة، جنسها مختلف، ولكن خلقنا شعوبا لشيء واحد وهو للتعارف، الوهلة. والإنسان يحمل في قلبه سلام ويحمل في حبه وفي فؤاده حبا ووئام إذا تعاون فعلا على إخراج هذا السر الحقيقي النوراني الذي يحمله في قلبه. أما الذي يختلف مع الطرف الآخر إلى أن يصل في حكم العداوة والكراهية، هذا دلالة لعقدة ومرض يحمله في نفسه، وهو جهله بالحق وبالطرف الآخر في حكم التعامل، فتجده يختلف معه في عدة الأحوال. أما الذي يحمل في قلبه حبا وسلام يراه في جميع الأشياء، لأن رب سبحانه وتعالى خلقنا كلنا قلنا من أب ومن أم، من نفس الذكر ومن نفس الأنثى، وزرع فينا نورا بحكم قوله الله نور السماوات والأرض. فسأوضحها لمن اتفق معنا أو اختلف معنا، فلا نرى إلا خير ولا نرى إلا جمال ولا نرى في هذا المجمع إلا إخوانا
أنا من نفسي أبي ومن نفسي الأم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Farouk va traduire pour ceux qui n'ont pas pu avoir la traduction instantanée. بالنسبة للأشخاص الذين لم يتوصلوا بالترجمة الفورية فسوف نلخص ما قاله الشيخ.